الأحداث الخفية في اغتصاب المسكينة صفية. تتمحور حلقتنا هذه المرة عن قصة أميرة يهودية جميلة تدعى صفية بنت حيي بن أخطب. تعرض شعب هذه الأميرة قبل حوالي 14 قرنا للغزو من قبل مجموعة من صعاليك العرب وقطاع الطرق، وتم قتل شعبها وتشريدهم وسبي نسائهم واغتصابهم وإجبارهم على الدخول في الإسلام. وهذا المشهد يعيد إلى ذاكرتنا ما حصل للفتيات الإيزيديات من سبي واغتصاب وإجبار للدخول في الإسلام من قبل عصابات من المجرمين وقطاع الطرق يطلقون على أنفسهم جنود الدولة الإسلامية، وشعارهم هو نفس شعار أولئك الذين غزوا شعب صفية قبل 14 قرنا من الزمن. وطبعا كما تعودنا من المرقعين المسلمين أنهم يختلقون أكاذيب متنوعة حتى يدافعوا عن دينهم ورسولهم. وأكاذيبهم حول حادثة سبي واغتصاب صفية بنت حيي هي أن اليهود كانوا أناسا أشرار، وأنهم كانوا يقومون بالاعتداء على المسلمين ويحيكون المؤامرات ضدهم، وإنهم أشر خلق الله. وبالمقابل المسلمين كانوا أناسا طيبين ومساكين ومسالمين، وتعرضوا للاعتداء من قبل هؤلاء اليهود، فكان المسلمون يدافعون عن أنفسهم فقط. وطبعا كل هذه الأقاويل مجرد أكاذيب وكلام فارغ. كذبتهم الثانية أن صفية بنت حيي بالرغم من أنها كانت متزوجة إلا أنها شاهدت في حلمها أن القمر ينزل ويستقر في حجرها، ويقولون أن هذا القمر هو محمد، وأن صفية كانت تحب محمد. فتخيلوا معي كيف أن جرائم السبي والاغتصاب يتم تحويلها لقصص حب وغرام، وكأنك تشاهد مقطعا من فيلم تايتانيك. هذا هو المكر والخداع الإسلامي في تزوير الحقائق. والآن دعونا نبحث ونتحقق من حقيقة ما جرى. نفتح كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي الجزء السادس. نقرأ عن يهود خيبر في الصفحة 526: وأن نسلهم هاجر بعد خراب الهيكل الأول إلى الحجاز حتى بلغوا خيبر فاستقروا بها واشتغلوا بزراعة النخيل والحبوب، وأنهم أقاموا فيها قلاعا وحصونا تحميهم من غارات الأعراب عليهم. فكما تلاحظون أن اليهود كانوا يتعرضون لهجمات من الأعراب، وأنهم كانوا يحمون أنفسهم ببناء الحصون، فلم يكونوا يعتدون على أحد أو يشنون حروبا على جيرانهم، بل كانوا يريدون العيش بسلام وحماية أنفسهم وعوائلهم من اللصوص وقطاع الطرق. ونقرأ أيضا: وقد بدأ اليهود يعارضون الرسول والإسلام حينما طلب إليهم الدخول في الإسلام والإيمان برسول الله، وقد رفض اليهود الدخول في الإسلام وأبوا تغيير دينهم، ودافعوا عن عقيدتهم وتمسكوا بها، ورفضوا التسليم بما جاء في رسالة الرسول من أن الرسول نبي أرسل للعالمين كافة، وإنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن القرآن كتاب مصدق من الله، وأن أحكامه مؤيدة لما جاء في التوراة ناسخة لبعضها. وقد جادلوا في ذلك وانبرى أحبارهم للدفاع عن عقيدتهم ولمجادلة من يأتي إليهم من المسلمين لإقناعهم في الدخول في الإسلام. وهكذا بدأت خصومة اليهود للإسلام خصومة فكرية. هم يرفضون الاعتراف بنبوة الرسول وبأن دعوته موجهة إليهم، ويرفضون نبوة في غير بني إسرائيل، والرسول يدعوهم إلى الإيمان بالله وإلى الدخول في دعوته. ثم تطورت هذه الخصومة إلى معارك وحروب، والحروب كما نعلم تبدأ نزاعا في الآراء والأفكار، ثم تتحول إلى صراع ونزاع وقتال. فكما شاهدتم أعزائي المشاهدين أن الذي بدأ بالاعتداء على اليهود هو محمد، عندما حاول إجبارهم على الاعتراف به كنبي من الله، وأجبرهم على ترك دين آبائهم والدخول في الإسلام. ومن الطبيعي أن يرفض اليهود هذا الأمر، فكيف يتخلون عن إيمان آبائهم وأجدادهم ويؤمنوا بعقيدة يقودها شخص يدعي أنه نبي يعبد إلها غريبا ويقود مجموعات من العرب لا يجيدون سوى الغزو والسبي وسرقة أموال الآخرين؟ فضع نفسك مكان اليهودي يا صديقي المسلم. ماذا كنت ستفعل لو أن أقواما غرباء طلبوا منك ترك دينك والدخول في دينهم؟ أكيد سوف تدافع عن نفسك، وهذا من حقك. ونفس الشيء فعله اليهود أيضا، فهم دافعوا عن دينهم ضد الغرباء. فلماذا تعتبر رفض اليهود لمحمد اعتداء على المسلمين، بينما لو حصل الأمر معك ستعتبره دفاعا عن النفس؟ لماذا هذه الازدواجية في المعايير؟
وطبعا عملية الهجوم على خيبر لم تكن معركة عادلة جيشا ضد جيش، بل كانت عملية غدر قام بها محمد وجيشه ضد اليهود، حيث غزاهم في وقت مبكر من النهار، ولم يكن اليهود مستعدين للمعركة، بل كانوا قد خرجوا لأعمالهم ومزارعهم ومواشيهم. تابعوا معي. نفتح كتاب صحيح البخاري، كتاب المغازي، الرواية برقم 4197، أن رسول الله أتى خيبر ليلا، وكان إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم، والمساحي هي أدوات تستخدم والصلاة والسلام على النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أيولي وخدم الخير خاص خدم الخير أطاس. لو كان ديت الهيد النيت تيلي محمد هرتي سعو يشاور السيدي ربي يتغزي الله عمرك نرنو ينا يسفى غير الجنة في الأمة وإن شاء الله هرسدو. أي ثبتان أتي سماتين داخل تمورت فرا تمورت ذا مغار تسامغار ذي المزيع تي المزيد سلام ربي ذن في اللون سلم حبة حلوان يكسيز ديك الولون إن شاء الله تعالى. هاي ثماتنا تسماتين أقلاغ بقواس 21 شهر رمضان، شهر من القرآن، شهر التوبة والغفران. يظل لي هضرا غادي تذويلت أفا 10 يمين قران رمضان يكسعنا زال المقران. نيغد باللي القراناكي إلا يونيي غادي يكسعنا زال المقران غرسي في رب العالمين. يقلان ليلة القدر. ليلة يقيني يدي نزل رب العالمين القرآن. ساعة القيمة مقران، ساعة غزال مقران. إذا قيلا نويا زمرتي لي يظل لي كوم زمرتي لي غزكا كوم سلا زكا كوم ليلة 27 علامة 29. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يوصايا إنا يغيد اجتهدت خدمت عبدت رب العالمين 10 باقي نقولها باش كنت تلحق ليلة القدر. يظل الله يبارك نفغدي الجامع نولا غنمشي تجوج كان الغاشية هم يرقص دم تلاوين يمغارن تيمغارين يلمزين تيلمزيين الشابات والشباب لي جان فيه ما شاء الله الجوامع عمرا الجوامع نورا ما شاء الله. إلى الخير يتمرتقي إلى الخير المجتمع كيا وإلا خارا غنقضى علياس نولا نحبون مدنا غفل ليلة رمضان ليلة القدر والسنة رمضان. هي ما راه تقيم الدنيا ثم يظل لي غمس يظل لي غموسانا كينيا العبادة ساعة الخير ساعة الرحمة تسبع وانان تروح لنا الجماع ما شاء الله. رمضان يبويد الخير يبويد التكمات يبويد التلويث. نعم يتمثل شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ليلة القدر. شو المعنى ليلة القدر؟ أي سعدين بويني الحقن لا ليلة أي سعدين بويني حضرني لانويا كينيا القيمة مقرن دزل مقرن يقارب العالمين القرآن. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. شو ليلة القدر؟ ليلة القدر صار يدير نوي ذيض يظن نظرام كي من ميك في الدوغ المغرب على مدى الفجر جينيرالمون المجتمع تاقي غير لا في لا جورني نبدا موسكاوني يظل لي زبرت لي ليلة القدر أزكى زبرت لي ليلة القدر يضويس 23 25 29 يسمى صار بليلة القدر شهر القدر شهر البركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة شهر البركة شهر الخير. وبعد شو دينا رب العالمين وما أدراك ما ليلة القدر. كني دينا رب العالمين وما أدراك ما القارعة. المعنى لا هي مرزران شو ليلة القدر أما ردبوي مسلو خبار شو ليلة القدر يريبوندي رب العالمين يناد ليلة القدر خير من 1000 شهر. يفكيس ربي غزال كثر بليس كل عبادة
83 سنة، ليكيفالون 1000 شهر 83 سنة وأكثر. ولكن شفنا العلماء 83 سنة يا ولاش ليلة القدر باش تقيم كان 83 سنة مش مغالدي غنولو يحبس على الحساب. فاش قلت مثلا العبد هذه فارس لانويا كيا هذه فارس السنة كي سطاعة الزليل سوزامين القدر الصدقة سطاعة الوالدين انزوري موضان نحمل بويك رانا انا نسمح بويك رانا خير من 1000 شهر. شهر يضرون تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل أي أتصب les anges et l'esprit ils vont descendre dans cette nuit. ذا الشؤون الروح جبريل عليه السلام ليسبري جبريل إلى يوم الملك قرص جبريل. ولكن الملائكة سي دي مليار ملايير الملائكة وما يعلم جنود ربك إلا هو. الملائكة يعصون ربي ماشي من كل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا القدركي أي ثمثنا في السباتين باش كنوضغ في المرأة أتصب من الملائكة غادي تصب جبريل نتصغير تصغيضة وثما ما يصب جبريل الملائكة وكمين دي تشافارة تعرض ربي تصغيضة ما ممكن يتسافر جبريل تعرض ربي تصغيضة وثما ممكن يفرج جبريل الملائكة تعرض ربي تصغيضة مويد يفرج جبريل الملائكة عبد ربي. فاش قال عبد الله قال يغفر الليلة يقيني ولا قال يغفر القسالة قيني سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام سي لابي الدين لنا الدين السلام الدين لنا الدين الرحمة الدين لنا الدين السمح الدين لنا الدين العفو حتى مطلع الفجر. شاري يخدم بنادم السنقية هذه زار ديال الوقت هذه يصام هذه يصدق هذه ضعي مولان هذه يخدم الخير ذوينا يا خير. عائشة هذه